انت كان عندك فرصه عمرك امبارح، انت قبل الماتش بان انت تكسب المباراه. بان انت تكسب بالظبط. المباراه. الاهلي بقى الحاجات دي ما بتجيش كتير يا حبيبي. معلش، ما هو دي حاله فرقه زي ما بقول لك. انما يعني الحاجه اللي هرد عليها من الاخر، بس ان اقول لجماهير الزمالك مش هقدر اقول لهم حاجه طبعا خالص. جماهير الزمالك دايما بتعمل اللي عليها واكتر. منظر الجماهير امبارح في المدرجات حاجه تفرح، من اول الدوري وهم، والسنه اللي فاتت في عز ما كنا احنا عندنا ازمه، وهم اكتر ناس بتقف، اكتر ناس بتبقى موجوده. امم انما يعني هقول لمجلس الاداره كابتن حسين لبيب طبعا، الله يعينهم طبعا على اللي هم فيه. ان مفيش انت متكتف وما عندكش حاجه، مش مستقر اداريا ولا ماليا، فهم متكتفين. بيحاولوا بقدر الامكان، لكن في الاخر لازم يبقى في تدخلات في الكوره اكتر من كده. ما تسيبش الملف لحد بعينه في ايده لوحده. تمام. تدخلاتك مع الراجل المدير الفني لازم حد يقعد معاه. لو انتوا اخترتوا ان انتوا تكملوا، لازم تجيبوا تقعدوا معاه في النادي، تفهموه القيمه بتاعه نادي الزمالك، وتفهموه ان اللي عمله امبارح ده كارثه. بمعنى كارثه ان هو في الاخر انت ممكن كنت تخرج امبارح بسكور كبير بعد اللي انت عملته في الماتش. فانت في الاخر انت لازم تعرف انت ماسك مين وبتدرب مين، خصوصا ان انت ما عندكش اي تاريخ موجود وما عندكش سي في. فانت جاي تعمل معانا هنا تاريخ، فيا اما تبقى مركز ويا اما تبقى موجود بكل جوارحك. ما حدش يقعد يلعب في دماغه يقول لك الفلوس. نادي الزمالك هو اللي بيعمل المدربين، وهو اللي هيعمل لك فلوس، وهو اللي هيخليك تبقى مدرب كبير ويبقى مدرب ليك اسم زي اللي قبليك. فخليك مركز هنا. طيب، مين مدرب محلي ترشحه؟ آه، محلي واحد اهو. طارق مصطفى. طارق مصطفى. طيب كابتن، ما هو خلاص راح ليبيا. يرجع. يرجع. المشكله. كابتن سيد، نقول الحمد لله على السلامه للنادي الاهلي بدايه. لا، الاهلي كل فتره وكانها بتبقى حاجات برضو بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي بياكد على المعنى الاصيل للفريق ده والنادي ده، اللي هو الهويه بتاعتك اتنين. لكن على الجميع ان هو ينسى مباراه الزمالك خالص، على الجميع ان هو ينساها، لانها في الاول والاخر 3 نقط انتهت. ومباراه كهرباء اسماعيليه دي في منتهى 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 الاهميه، وان احنا بنلعب دوري. التارجت بتاعنا يا مهيب على طول هو البطوله، مش مباراه ولا مرحله. كنا قاعدين من اسبوعين انا وايمن، وكان معانا كابتن جمال عبد الحميد لو فاكر. تمام، قلنا نفس الكلام يا مهيب. قلنا الموضوع ممكن في 3 4 ماتشات، وحصلت قبل كده، وحصلت في 2019، وحصلت في 2011 زي ما قلت يعني. فانت بتراهن على الصلابه والجماعيه والشخصيه دي موجوده. تمام، حتى مهما شكك حد يعني، لكن لازم تبقى عارف كويس ان ده اللي يتبني عليه. هاكد انا قلتها 3 4 مرات النهارده، اهم مباراه كهرباء كهرباء اسماعيليه الماتش الاسماعيليه. الجاي. تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ عظيمه، عظيمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني المباراه يعني زي ما ناس كتير بتقعد تتكلم على الحاله وبتاع، لكن بص جمهور الاهلي عنده ثقه ملهاش حدود ابدا. لان هو كمان جيناته بتاعته زي اللعيبه بالظبط، يعني اللي هي الهويه والتاريخ بتاعي. مهما كانت ظروفي ومهما كانت حالتي ومهما كانت المواقف ومهما ومهما ومهما، لكن في النهايه انا عندي ثقه رهيبه جدا في اللي هيحصل في النقطه دي. بفضل مستنيها وبفضل منتظرها يعني. خليكم ورا الفرقه لحد اخر مباراه في الدوري، وان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى الاهلي بطل الدوري باذن الله. هتعمل ايه الفتره الجايه؟ اللي كاتب ربنا يكون ان شاء الله الرحمن خير باذن الله. يعني انا يعني متفائل، وان شاء الله الرحمن ربنا يكتب لي الخير يعني. يعني هتبعد شويه كده؟ بقى ارتاح منك شويه. اهون عليك. اهون عليك يا كابتن سيد. حبيبي يا مولي، توفيق بجد والله توفيق. يعني هتركز، ده احنا شقاوه قديمه. هتركز في حاجات تانية غير انتخابات بقى والكلام ده. قد يكون ان شاء الله. هتركز في الحاجات قد دي. يكون ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك. احنا يا رب. معاك شكرا مهم جدا، وبنساندك وبشكرك. يعني ممكن تجمعنا حاجات يعني، لكن في النهايه انا يعني انت عارف انت ايه يعني، وربنا يوفقك وان شاء الله الرحمن تبقى حاجه ممتده كده على طول باذن الله، وتعمل الحاجات اللي بنشوفها دي. ساعات طبعا بتبقى كويسه، وساعات بتضحكنا، فالمهم يعني انها بتبقى موجوده على طول. شكرا. احنا ان شاء الله لسه في حلقه يعني هتبقى قريب. ممكن ان شاء الله. بس هنسيبك، احنا عارفين ان انت مشغول في الانتخابات، لكن مش عارف بصراحه. احنا بقالنا كام سنه شغالين مع بعض؟ 3 سنين؟ 2 سنين اهو. لا 2 سنين تالتة.
مم. النهارده كان 30 من اول ما مشيت من 28/9 من 2003 2003. 2023 اه 28/9. يعني داخلين على الثالثه اهو. اه يعني انت بالنسبه لي حاجه كبيره الله يخليك يا فندم. بجد، تسلم يا عم. شكراً. يعني كانسان وكصداقه وكحب وكل حاجه يعني. ان شاء الله. يعني لما اقول افتقدك الله يكرمك. هتبقى بجد توفيق يا حبيبي ان شاء الله. مش هزار يعني. شكرا. توفيق ان شاء الله. كابتن ايمن بيبو زعلتوني والله. كابتن سيد والله اصلي زعلتوني. بالنسبه لي الله حاله، يخليك، الله يكرمك. يعني في ارتباط كده، حاله بيني وبينه يعني. لا هو الحقيقه يعني الله يكرمك. انا شخصيا هفتقده يعني الله مم. يكرمك. بجد. يعني الله يكرمك. شخصيه جميله واخ بقالنا سنه تقريبا صح بنطلع انا وسام. روح له النادي الاهلي. هروح له والله كنت بروح له زمان وكان بيجي لي خلي بالك. لا والله. كتير طبعا مم. كتير. لكن هو يعني الشخصيه تحب تقعد معاها جدا تستفيد منها يعني ربنا يخليك. حتى على مستوى الكلام ومستوى النصايح. فربنا يوفقه في خطوته ان شاء الله باذن الله يا ويبقى رب. موفق ويكتب له الخير وان هو يستاهل الحقيقه كل خير يعني. شكرا يا كابتن ايمن. حبيبي يا بيبو. عرض لك.